فاكر اول مره نزلت فيها الجيم واول ما مسكت الوزن وبدات تتمرن حسيت بحرقان غريب كده في العضله، وكل ما تعمل تكرارات اكتر كل ما الحرقان ده بيزيد، وموسيقى روكي 3 شغاله في دماغك وعمال تقول ايوه بقى هطلع عضلات، يا اخيرا هبقى فورمه وهعمل فورمه الساحل ولن ارحم احد. خلصت الجيم وروحت ضربت الاكله المتينه ودخلت وكانت الصدمه لما صحيت تاني يوم لقيت نفسك بتتوجع يا ظهري، وانت قاعد في الشغل كل ما تحرك حركه صغيره كده تحس بحرقان غريب. ولما خلصت شغل ورحت الجيم حكيت للكوتش بتاعك رد عليك بكل ثقه وقال لك ما تقلقش ما تقلقش، ده من اللاكتيك اسيد، كلها يومين وعضلاتك هتفوق. بس هل الام العضلات اللي حصلت لك دي كانت بسبب اللاكتيك اسيد فعلا؟ هو ايه اللاكتيك اسيد ده اصلا؟ هو هل اللاكتيك اسيد ده موجود من الاساس داخل جسمنا؟ طب لو موجود هل هو فعلا سبب الام العضلات؟ طب هو احنا ازاي نقلل من الام العضلات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كابتن مصطفى، مدرب شخصي معتمد واخصائي تغذية رياضيين ومحاضر في اكاديمية ISST. في فيديو النهارده هنتكلم عن اكتر حاجة مظلومة ومتبهدلة معانا في كل الرياضات تقريبا، وهو اللاكتيك اسيد. ولكن قبل ما ابدا في الفيديو بتاع النهارده ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتشغل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وكمل معايا الفيديو للاخر عشان فيه مفاجأة مهمة جدا، بجد هتندم لو ما كملتش الفيديو للاخر. ندخل في موضوع. طبعا لما بتنزل الجيم وبتعمل اي نشاط جسمك بيستخدم وحده مهمه جدا لانتاج الطاقه اسمها ATP. بدون الوحده دي مش هتقدر تعمل اي حاجه في اليوم، عامله بالظبط كده زي حبيبنا الاخضر، من غيره ما تعطلناش. الفكره بقى ان بسبب الاهميه الكبيره جدا للوحده دي ومشاركتها في كل حاجه تقريبا داخل الجسم، ربنا سبحانه وتعالى اعطى للجسم اكتر من وسيله لتعويض الوحده دي من اكتر من مصدر بسرعات مختلفه. يعني ممكن يتم تعويضه بعد 8 ثواني، 10 ثواني، دقيقتين، 5 دقايق، 20 دقيقة، ساعة، ساعتين. الفكرة بقى ان ربنا خلقنا بحيث ان انت لما تحتاج الطاقة في اي وقت وتحت اي ظرف تلاقيه. فلما حضرتك بتعمل اي نشاط في اليوم والجسم بيستخدم الاي تي بي لانتاج الطاقه عشان يخليك تشيل اوزان، بيتم تكسيره لاي دي بي وان اورجانيك فوسفيت وهيدروجين ايونز، وده طبعا بمساعده انزيم مهم جدا اسمه مايوسين ATPase وميه. بس الفكره فين بقى؟ ان احنا كده استخدمنا المصادر الجاهزه المتاحه حاليا داخل العضلات. يعني انت قصدك يا مصطفى ان بسبب اهميه الاي تي بي ده ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا مصادر جاهزه ومش محتاجين ان احنا نصنعه من اي حاجه تانية. الله عليك يا ملك المفهوميه يا مدرسه، مظبوط كده. لكن انت دلوقتي في مشكله كبيره يا معلم، ان الاي تي بي كده اتكسر وبقى اي دي بي، والجسم مش عارف يستغل الاي دي بي على الاقل دلوقتي علشان يعرف انه ينتج طاقه تاني ويكمل المتطلب الخارجي. يا عم مصطفى اي تي بي ايه بس دلوقتي؟ ايه دخل ده اصلا في موضوع الفيديو؟ فين يا عم اللاكتيك اسيد؟ انت ضحكت علينا على فكره كالعاده. متسرع، اسمع للاخر وهربط لك الخيوط كلها ببعض. عشان كده الجسم بيدخل على طول على مكون تاني لتعويض مصادر الاي تي بي بشكل سريع جدا، وهو الفوسفوكرياتين. كرياتين، ايوه بتاع الشعر، عارفه يا مصطفى. ايه دخله بقى في العضلات؟ شعر؟ طب اسكت يا اسطى. لما حصل تكسير للاي تي بي الى اي دي بي فقد مجموعه فوسفات، وهنا بيجي دور الفوسفوكرياتين وهو اعطاء مجموعه الفوسفات اللي فقدها الاي تي بي عشان يقدر يكون اي تي بي تاني. عشان كده يا مصطفى مكمل الكرياتين بيحسسك بالطاقه لانه بيعوض الاي تي بي بسرعه. يا عيني عليك، شفت بقى لما بتتابعني بتلاقي نفسك فاهم ازاي؟ بس الفكره فين بقى؟ ان حتى نسب الفوسفوكرياتين دي ليها اخر. انت مش قاعد في طابونه يا حبيبي، يعني ما ينفعش تبقى قاعد بتعمل نشاط بقاله سنه ومنتظر ان جسمك يلبي احتياجاتك دي بسرعه فائقه. اكيد الجسم بعد فتره من بدايه النشاط لازم يبدا يعوض الاي تي بي من مصادر اخرى، يا اما هنروح في داهيه. قال له هو ايه اللي هيحصل يا مصطفى لو الجسم ما عوضش الاي تي بي؟ لا لا ابدا يا حبيبي ولا اي حاجه، هتفصل زي الموبايل بالظبط، زي ما بيقطع شحن كده، هنقرا عليك الفتح. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا، عشان كده خلقنا بنظام في قمه الاحكام والروعه يضمن حصولك على الطاقه بشكل مستمر. عشان كده الجسم بينتج الاي تي بي من عمليه اخرى اسمها جلايكوليسيس. جلايكو جايه من جلوكوز، سكر يعني، ليسيس يعني تكسير، اذا جلايكوليسيس معناها تكسير للسكر. والنبي انت اللي سكر يا مصطفى، عارف. بس الفكره فين بقى؟ ان اي نشاط بتعمله على مدار اليوم سواء كان في الجيم او بره على حسب مدته وشدته بيكون نسبه توافر الاكسجين في الانسجه مختلف. يعني ممكن النشاط اللي انت بتعمله من كتر ما كان عالي الشده فما قدرتش ان انت تعمله لفترات طويله بالحد الكافي، فجسمك اصبح في حاله من عدم توافر الاكسجين في اللقطه دي بالتحديد، فبدا يكسر الجلوكوز في غياب الاكسجين، ودي عمليه اسمها انايروبيك جلايكوليسيس، يعني تكسير للجلوكوز لا هواء. فبيجي الجسم يمسك حته الجلوكوز كده ويقوم محولها لحاجه اسمها
بايروفيت. وركز معايا في الحته دي عشان البايروفيت ده بيلخبط ناس كتير جدا، لان البايروفيت ده عنده المقدره انه يتحول لحاجتين مختلفتين تماما على حسب توافر او عدم توافر الاكسجين. طبعا التحول ده بيحصل في وجود انزيمات كتير جدا وهكتبهم لك دلوقتي على الشاشه. المهم في المثال بتاعنا وانت بتعمل مجهود عالي الشده جدا لفترات قصيره، يعني لا هوائي زي ما قلنا، بيتم تحويل البايروفيت الى لاكتيت عن طريق مساعده انزيم اسمه لاكتيت ديهيدروجينيز. طبعا هو مش تحويل بمعنى كلمه تحويل، هو بيحصل حاجه اسمها ريدكشن، لكن لتبسيط الامور يعني مشيها تحويل. الله اكبر، هو ده ابن اللذينه. عشان كده يا مصطفى النظام اللاهوائي اسمه لاكتيك اسيد سيستم، عشان بينتج لاكتيك اسيد، صح؟ بص بقى يا سعاده السفير، خلينا نرجع كام خطوه لورا. فاكر في اول نظام لما قلت لك ان تكسير الاي تي بي بينتج من خلاله ايونات الهيدروجين؟ اهو ايونات الهيدروجين دي هي اللي بتحسسك بالارهاق، مش اللاكتيك اسيد اصلا، لانها بتقلل من بي اتش العضلات وبتخلي الوسط حمضي، وحمضيه الوسط دي بتعمل خلل في اليه عمل الاكتين مايوسين كروس بريدج، وبتعمل صعوبه في اتحاد ايونات الكالسيوم بالتروبونين، وبتعمل خلل في سريان ايونات الكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولم. طبعا لو حابين ان انا اعمل فيديو توضيحي اكتر عن النقطه دي وازاي الانقباض العضلي بيحصل اصلا، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. المهم في الواقع عمليه تكسير الجلوكوز اللاهوائي بتحصل كالاتي: الجلوكوز بيتحول الى بايروفيت، والبايروفيت بيحصل له ريدكشن الى لاكتيت. ولكن هنا تاتي التركايه، ان تحول البايروفيت الى لاكتيت في وجود انزيم مساعد لاكتيت ديهيدروجينيز بيحتاج معاه حاجتين في قمه الاهميه، وهم NADH وايونات الهيدروجين، عشان ينتجوا في الاخر اللاكتيت وحاجه اسمها ناد بلس. ايه ايونات الهيدروجين؟ ايوه، اللي تتراكم من تكسير الاي تي بي. اي نعم، بس كلامك ده معناه حاجه خطيره جدا يا مصطفى، ان عشان الجسم يعرف ينتج لاكتيت في ظروف لا هوائيه لازم يستعمل من ايونات الهيدروجين اللي بتتسبب في الارهاق. يا الحمد لله بالسلامه يا جدع، ايه اللي اخرك؟ الطريق كان زحمه ولا ايه؟ الواقع اللاكتيت هو مكون اساسي ومهم جدا داخل الجسم، بيقدر الجسم يستخدمه في وظائف كتير جدا، طبعا اولها ان انا لسه هحكيهولك، وحاجات تانية كتير جدا ممكن ابقى اعمل عنها فيديو تاني. طبعا لو حابين ان انا اعمل فيديو عن وظائف اللاكتيت وازاي الرياضيين المحترفين بيستفيدوا منه عشان يحسنوا من ادائهم الرياضي، اكتب لي تحت في الكومنتات. ففعليا اللاكتيت هو بيقلل الاجهاد، مش بيحسسك بالاجهاد، لان الجسم علشان يصنعه بيحتاج من ايونات الهيدروجين احد المكونات الاساسيه لتصنيعه. زي كده بالظبط لما الحاجه الوالده بتيجي تعمل الكيكه فبتجيب بيكنج باودر وبيض ومكونات كتير جدا، وعشان تعمل الكيكه بتقوم ساحبه من البيكنج باودر. بس بالله عليك لو الحاجه عندكم عامله كيكه سيب لي حته بس استنى يا مصطفى، كلامك ده معناه ان النظام الهوائي مش بيعمل ارهاق ولا حاجه؟ ما كلامك ده معناه ان اللاكتيت بيقلل الارهاق عن طريق استخدام ايونات الهيدروجين لتصنيعه. ازاي بقى انا بحس بالارهاق والتعب والحرقان؟ على فكره انا بيعجبني تركيزك. الفكره ان نسبه تراكم ايونات الهيدروجين من عمليه تكسير الاي تي بي بيكون بمعدلات اعلى بكتير جدا من معدلات تخليق اللاكتيت، بسبب توافر كميات كبيره جدا من الاي تي بي، سواء كان من مصادر الاي تي بي الجاهزه او من عمليه الجلايكوليسيس، لان الجلايكوليسيس في حد ذاته اصلا بينتج 2 نت اي تي بي اصلا، اللي لوحدهم بيتكسروا الى اي دي بي وان اورجانيك فوسفيت وهكذا، واثنين من ايونات الهيدروجين. فبالرغم ان اللاكتيت ساعد في تقليل ايونات الهيدروجين بالفعل، لكنه ما منعهاش بشكل كامل. وهنا بيجي دور الحارس الامين، البوابه الاساسيه لخروج ايونات الهيدروجين وتقليل الاجهاد، وهي بوابات اسمها MCT مونو كربوكسيليت ترانسبورتر. فعليا البوابات دي مسؤوله عن خروج ايونات الهيدروجين واللاكتيت مع بعض. وخد بالك انا قلت مع بعض مش متصلين ببعض، لان في ناس فاكرين ان اللاكتيت بيتحد بايونات الهيدروجين ويخرجوا سوا. وهنا بيجي الزتونه بتاعت اللاكتيك اسيد والفيديو اصلا، لاننا لو بصينا على اللاكتيت كمركب كيميائي هنلاقيه C3H5O3 نيجاتيف وايونات الهيدروجين H بوزيتيف، بس لو بصينا على اللاكتيك اسيد هنلاقيه C3H6O3. يعني اللاكتيك اسيد اصلا كتكوين كيميائي هو شبه اللاكتيت معاه ايونات الهيدروجين، لكن الفكره فين بقى؟ ان ده ملوش وجود داخل الجسم اصلا، ولو بيتكون بيكون بنسب تكاد تكون منعدمه، فبيتم تكسيره حالا مالا فعلا الى لاكتيت وايونات الهيدروجين. طب اشمعنى يا مصطفى؟ احنا عندنا حاجه اسمها PKA، وهي اسيد ديسوسيشن كونستانت، من الاخر يعني قد ايه الحمض ده قوي او ضعيف. ولكن احنا عندنا حاجه تانية مهمه جدا اسمها البي اتش، يعني بوتنشال اوف هيدروجين. وركز معايا في حته هيدروجين، يعني قد ايه الوسط حمضي او قلوي. قلوي جايه من القلويات زي الفول والعدس وكده يعني.
الفكره فين بقى؟ ان اللاكتيك اسيد كمركب كيميائي عنده بي كي اي تقريبا 3.86، وجسم الانسان البي اتش بتاعه تقريبا 7.4. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف حاجه مهمه جدا، هل الحمض ابو بي كي اي 3.86 يقدر يعيش في وسط البي اتش بتاعه 7.4؟ عشان كده بنستعين بمعادله اسمها هندرسون هاسلبالش، وهي البي اتش يساوي البي كي اي بلس لوج الاي ماينس على الاتش اي. لا ما تهزرش يا مصطفى، انا داخل اتفرج على فيديو يوتيوب وانا باكل فشار والدنيا حلوه وبلعب كاندي كراش، هو ايه اللي كبر الموضوع كده؟ ما هو للاسف الفيديو ده موجه للناس اللي عايزين يفهموا يتميزوا، فاللي عايز ياكل فشار للاسف القناه دي مش هتكون مناسبه ليه اصلا. طب يا عم مصطفى خلاص فهمنا البي اتش والبي كي اي، يطلع ايه بقى الاي ماينس ده؟ ويطلع ايه الاتش اي ده؟ ايه اللي انت كاتبه ده؟ الاي ماينس هو تركيز اللاكتيت، والاتش اي هو تركيز اللاكتيك اسيد، ودي معادله نقدر من خلالها نعرف تركيز اللاكتيت لللاكتيك اسيد قد ايه داخل جسم الانسان اللي البي اتش بتاعه 7.4. تعالى بقى نعبي المعادله سوا. 7.4 يساوي 3.86 بلس لوج اي ماينس على اتش اي، يعني لوج اي ماينس على اتش اي يساوي 3.54. وطبعا انت كنت شاطر وبتحضر حصص الرياضه وعارف ان احنا لو عندنا لوج وعايزين نخلص منه بنعمل اس الطرفين 10، يبقى تركيز اللاكتيت لللاكتيك اسيد هو 3467. يعني الكل 3467 لاكتيت في وحده لاكتيك اسيد، يعني مفيش لاكتيك اسيد تقريبا، ولو موجود بيحصل له تكسير فورا. عايز اقول لك يا مصطفى انت غيرت لي وجهه نظري خالص، لان انا درست في كورس المدرب الشخصي ان النظام اللاهوائي اسمه لاكتيك اسيد فعلا، لانه بينتج لاكتيك اسيد احد مخلفات. وكلامك ده عكس اللي انا درسته. في الواقع محاضرين كتير ومنظمات كتير بيختاروا ان هم يسهلوا المعلومه عشان يعرفوا يوصلوها. اصلا اغلب محاضرات كورس المدرب الشخصي بتبقى موجهه لمدربين جداد او ناس لسه عايزين يكونوا مدربين، ممكن جدا ما يبقاش عندهم خلفيه عن الكيمياء اصلا ولا كل التفاعلات اللي انا شرحتها دي من الاساس. ده غير ان محاضرات الفسيولوجي بتبقى تقيله جدا وفيها كميه تفاصيل غير طبيعيه، فبنختار ان احنا نقول ان النظام اللاهوائي بينتج لاكتيك اسيد للتبسيط فقط ليس الا، ولكن علميا بقى مفيش حاجه اسمها لاكتيك اسيد اصلا. خلينا بقى نرجع كام خطوه لورا كمان ونرجع للام سي تي. احنا قلنا ان الام سي تي هي البوابات اللي بتخرج اللاكتيت وايونات الهيدروجين في نفس الوقت ولكن غير متصلين ببعض، ولكن الفكره كلها ان معدل تكسير الاي تي بي وتراكم ايونات الهيدروجين بيكون اسرع من معدل تخليق اللاكتيت وخروجهم عن طريق بوابات الام سي تي، وعشان كده هتحس بالارهاق من اي تمارين لاهوائيه. بصراحه يا مصطفى انت تعبت معانا جامد قوي في الفيديو ده. هسالك سؤال اخير وخلاص هسيبك. طب هل الام العضلات تاني يوم بقى بتبقى بسبب اللاكتيك اسيد؟ يا ابني هحدفك بالموبايل والله. ما انا عمال اقول مفيش حاجه اسمها لاكتيك اسيد بقالي سنه. الام العضلات تاني يوم بتبقى بسبب رد فعل الجسم للجهاز المناعي وزياده الالتهابات وتقطعات في العضلات، هي اللي بتسبب الالام دي. لو عايزين نتكلم بالتفصيل عن الام العضلات والمصل دامج اكتبوا لي تحت في الكومنت. وخليني بقى ادخل في مفاجاه الفيديو. هما فعليا مفاجاتي، اولا ايمانا مني بدوري كشخص بحاول ان انا اساعد الناس قدر المستطاع، وعدم قدرتي ان انا ارد على الاسئله بشكل مستمر اللي بتجيلي بقى على اي من منصات التواصل الاجتماعي، لان الرسائل اللي بتجيلي كتير جدا واحيانا في رسائل اصلا بتتوه ما بشوفهاش من الاساس. فانا عملت سيرفر ديسكورد. السيرفر ده اعتبره زي الكافيه كده، مكان امن للشباب والبنات، فيه قوانين صارمه بتضمن جوده المشاركين في السيرفر وبتضمن الافاده، واللي بيخالفها بيخرج وما بيخشش تاني. بتقدر من خلال اشتراكك في سيرفر الديسكورد ده انك تسال على اي حاجه اي وقت في اليوم، وهتلاقيني انا بنفسي برد عليك او اشخاص تانيين بيتشاركوا معاك في نفس الاهتمام. هتلاقي لينك اشتراك السيرفر تحت في صندوق الوصف. وطبعا كل ده بدون مقابل مادي، ببلاش، ولكن بشرط عشان تدخل السيرفر لازم تكون عامل اشتراك في قناه اليوتيوب وتبقى عامل لي متابعه على انستجرام وعلى الفيسبوك، لان دي حاجه خيريه انا بعملها بدون مقابل وبتاخد من وقتي ومجهودي، فعلى الاقل خالص اللي هيدخل ويستفيد يبقى عامل لي متابعه. واعتقد ان دي حاجه مش صعبه. تاني مفاجاه بقى، حبيت اشارك معاكم اسماء الناس اللي فازوا معانا في مسابقه الفيديو اللي فات، وهي برنامج تدريبي وبرنامج غذائي. ايوه بالظبط كده، لما بتتفرج على الفيديو للاخر وبتعمل لايك وبتكتب كومنت وبتشير الفيديو بختار مجموعه من المشاركين وبياخدوا هديه مختلفه كل فيديو. طبعا الفيديو اللي فات شارك معانا كميه كومنتات مش طبيعيه، فطبعا عشان اضمن ان الموضوع بيتعمل بطريقه عادله عملت اللعبه اللي قدامكم دي. بنحط اسماء الناس اللي كتبت الكلمه اللي انا طلبتها منكم الفيديو اللي فات وبنلف الدايره دي وهي بتختار بشكل عشوائي. يا ريت بقى الشباب الجميل اللي كسب معانا يبعت لي على اكونت انستجرام ويبعت سكرين شوت باسم اليوتيوب اكونت بتاعه اللي موجود قدامكم ده عشان يستلم البرنامج بتاعه. اما بخصوص الفيديو بتاع النهارده اكتب كلمه لاكتيك اسيد في الكومنتات وهختار 3 كمان هياخدوا برنامج تدريبي وغذائي. وفي النهايه اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا فعلا، ويا ريت ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتشغل زرار الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده. شكرا لكم يا شباب وسلام عليكم.